بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم احمد المصري من قناة وموقع وتطبيق سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن مراجعة للريسيفر ستار تراك 5600 اتش دي بلس. هنعمل عنه مراجعة وفتح علبة كده ونتعرف على امكانياته ومواصفاته كده على السريع، واعرفك ازاي كمان توصل الريسيفر اللي هو ال HDMI على الشاشة على مدخل ال HDMI اللي هو الهاي ديفينيشن مالتي ميديا انترفيس. وسبق قبل كده اتكلمت عن كيفية توصيل الريسيفر الخارجي على الشاشة عن طريق المدخل اللي هو الاي في او اللي هو الاوديو فيديو، والفيديو ده طبعا موجود على القناة، تقدر تشوفه من الاي اللي ظاهرة قدام حضرتك دلوقتي سواء هنا او هنا. تقدر تشوف الفيديو ده بحيث انك لو عندك شاشة حابب توصل عليها ريسيفر خارجي، سواء اذا كان الشاشة فيها اصلا ريسيفر بيلت ان او لو حابب ان انت توصل ريسيفر خارجي زي ما اتكلمت في المواضيع دي قبل كده، فتقدر ان انت تطبق ده بنفسك من الفيديوهات دي، لانها بمثابة مرجع ليك وبمثابة فيديوهات تعليمية تقدر ترجع لها في اي وقت. فزي ما اتكلمت عن الاوديو فيديو قبل كده، حبيت اتكلم هنا عن ال HDMI، وده اللي هعمله ان شاء الله. هنعمل مراجعة للريسيفر ده على السريع كده. ده من الريسيفرات الجميلة جدا اللي قابلتها في السوق، فحبيت برضو اعمل عنه فتح علبة كده ومراجعة. تقدر تسأل عنه في اي مكان او تجيب حاجة مشابهة ليه، ولكن ده عجبني السوفت وير بتاعه وعجبني التصميم بتاعه، فحبيت اعمل عنه مراجعة سريعة كده وكمان اوصله على الشاشة ونعرف ازاي نتعامل معاه وازاي نوصل الريسيفر الخارجي على الشاشة والكلام ده كله. حبيت اجمعه كله كده في فيديو واحد بحيث ان نستفيد مع بعض من الفيديو ده ان شاء الله. فالوقت علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، يلا دلوقتي نروح نعمل فتح علبة للريسيفر اللي هو ال 5600 ستار تراك اتش دي بلس، ونعرف ازاي نوصله على الشاشة بإذن الله. يلا بينا. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل فتح صندوق او فتح علبة للريسيفر اللي معانا اللي هو ريسيفر اتش دي ستار تراك، وهنتكلم عن اهم امكانياته ومواصفاته بالتفصيل ان شاء الله. طبعا ده ريسيفر كوري مش صيني، ده كوري، والصراحة في امكانيات وميزات كويسة جدا جدا، زي مثلا ان هو بياخد لحد 4000 قناة، تقدر تسجل من عليه، تقدر ان انت تعمل ايقاف للحاجه اللي بتشوفها، كمان بيشتغل بجوده الفول اتش دي اللي هو 1080 بكسل. تقدر توصل عليه فلاش ميموري مثلا بحيث ان انت تستعرض اللي عليها سواء فيديوهات صور اغاني الكلام ده كله. زي ما انت شايف ده ثمنه في السوق يعني تقريبا بيعمل حاجه زي 220 250 جنيه بالكتير. غير كده كمان ان انا مش هكتفي فتح الصندوق بس، هعمل لك في نفس الفيديو ده ان شاء الله او اعرفك ازاي توصل الريسيفر الاتش دي او الاتش دي ام اي على الشاشة العادية او الشاشة السمارت اللي عندك في البيت. وانا سبق قبل كده واتكلمت في فيديو سابق هتلاقيه ظاهر قدامك في الاي دلوقتي، كنت بتكلم فيه ازاي توصل الريسيفر على الشاشة، ولكن كان ريسيفر عادي اللي هو الاوديو فيديو اي في، فعرفتك ازاي توصل الريسيفر في حالة ان انت عايز توصل ريسيفر خارجي على الشاشة. فما كانش متوفر معايا الصراحة ساعتها ريسيفر اتش دي ام اي، ففي بعض الناس برضو سألوني لو معايا ريسيفر اتش دي او اتش دي ام اي عايز اوصله على الشاشة اوصله ازاي، بنفس الفكرة اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات بالظبط. ولكن هنا حبيت اخصص فيديو مخصص لوحده عن الريسيفر الاتش دي ام اي، واتكلم عن الريسيفر اللي معايا النهارده وهنوصله مع بعض على الشاشه ونشوف كل ده مع بعض باذن الله. تعالوا دلوقتي نعمل فتح صندوق للريسيفر. زي ما حضرتك شايف كده ده الريسيفر، طبعا ريسيفر صغير كده بحيث ان هو يركب على ظهر الشاشه او تعلقه على الحيطه وكده. ده اللزقه بتاعته. ده طبعا مدخل اليو اس بي. عندك هنا مدخل الار اس 232 اللي هي الوصله بتاع البرنامج والبرمجه وتنزيل الملفات وكده. عندك هنا كمان المدخل بتاع الاي ار الانفراريد، جهاز الاستقبال الخاص بالتحكم. عندك هنا فتحه الاتش دي ام اي. عندك وصلة الاوديو فيديو اللي هي التلاتة في واحد، مش زي القديمة بتبقى 3 و3، لا هنا اللي هي 3 in 1 اللي هي 3 في 1. عندك هنا مدخل الطاقة الادابتور بتاعه واللي بياخد 12 فولت 1 امبير. عندك هنا طبعا مدخل ال ان بي اللي هي مدخل الوصلة. ده بالنسبة للريسيفر باختصار كده، حاجة بسيطة كده وصغيرة ان شاء الله نوصله على الشاشة ونشوفه مع بعض. هتلاقي عندك هنا بقى مكونات العلبة او محتويات العلبة. عندك هنا طبعا ده الادابتور بتاعه الشاحن، الاوتبوت بتاعه 12 فولت 1 امبير. عندك هنا دي وصلة الاي ار اللي هي الشاشة المضيئة اللي هي شاشة الارقام، والاي ار الانفراريد اللي بتستقبل من الريموت للريسيفر واللي بتركب هنا في الريسيفر. عندك هنا كمان وصلة ال HDMI اللي هي الهاي ديفينيشن مالتي ميديا انترفيس، ودي اللي بتركب في الريسيفر وبتوصلها على الشاشة زي وصلة الاوديو فيديو اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. عندك هنا كمان ده طبعا الريموت بتاعه، بيجي ريموت زي ما انت شايف بسيط كده كالعادة يعني في الريسيفرات الصيني والكوري. طبعا هنا عندك فانكشن اهوت
تحكم كامل، ايقاف، تشغيل، ميديا، بحيث ان انت لو عرض حاجه من على فلاش ميموري او بتسجل حاجه وكده. بعد كده عندك هنا الكتالوج بتاعه طبعا ودليل الاستخدام بالعربي والانجليزي بس. ده بالنسبه لمحتويات الصندوق الخاصه بالريسيفر الستار تراك الكوري. بكل اختصار هي دي كانت محتوياته. الوقت كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الريسيفر نوصله على الشاشه اللي معانا سامسونج سمارت، وحتى لو كانت شاشه عاديه اهم حاجه يكون فيها مدخل HDMI. هتوصل الريسيفر عادي، وهنعرف ازاي نشغله على الشاشه ونعمل له اعداد او برمجه على الشاشه لاول مره، بحيث ان انت لو لسه شاري واحد وحابب ان انت توصله على الشاشه تقدر تعمل نفس اللي انا بعمله الوقت كده بالظبط، وان شاء الله الامور تظبط معاك. تابع معايا الفيديو. كل اللي هنعمله دلوقتي هنعرف مع بعض باذن الله ازاي نشغل الريسيفر HDMI اللي معانا، هنعرف ازاي نوصله على الشاشه السمارت اللي معانا، او حتى لو كانت شاشه عاديه بكل بساطه. اهم حاجه يكون موجود فيها فتحات HDMI زي ما انت شايف، HDMI 1 و HDMI 2. طبعا انا سبق وشرحت قبل كده زي ما قلت لك اللي هي الفتحات بتاعه الاوديو فيديو على الريسيفر الثاني اللي هو الريسيفر العادي، ولكن حبيت هنا اعمل لك فيديو مخصص للHDMI علشان برضو نسهل على الناس الموضوع اكتر. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب الريسيفر بتاعي ده، الريسيفر طبعا تمام، وصلة HDMI ووصلة IR اللي هي الانفراريد اللي بتستقبل من الريموت وبتعطي الاوامر للريسيفر. فالوقت اللي انا هعمله ان انا هوصل وصلة HDMI بالشاشة، وخلي بالك ان هي طبعا ليها اتجاه لو انت ما تعرفهاش او ما عندكش خبرة في الموضوع، ليها اتجاه زي وصلة USB بالظبط. فبلاش تتغاشم يعني وانت بتركبها، بكل هدوء كده علشان ما تضرش الشاشه. فتخلي الفتحه لتحت كده او حسب اتجاه الفتحه عندك في الشاشه بتاعتك بكل بساطه كده. بعد كده هتيجي هنا توصلها على الريسيفر بتاعك زي ما انت شايف، ودي اول خطوه. بعد كده هتجيب وصله IR اللي هي حضرتك شايفها دي، وهتركبها كده في الريسيفر بتاعك، ودي الخطوه رقم 2. تالت حاجه هتعملها ان انت هتجيب الجاك بتاع مزود الطاقه او بتاع الادابتور، هتوصله هنا في الريسيفر زي ما حضرتك شايف كده. بتجيب الريسيفر بتاعك وبتركبه كده بكل بساطه. يبقى احنا اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا وصلنا وصله HDMI، وصلنا الكهرباء بالريسيفر اللي هو مزود الطاقه، ووصله IR اللي هي الانفراريد اللي بتستقبل من الريموت. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هوقف بس الشاشه، وبعد كده نفتح باور وندخل على الريسيفر ونشوف ازاي هنشغله على الشاشه وازاي نظبط اعداداته بكل بساطه. تابع معايا. اللي هعمله بقى حاليا ان انا هجيب وصله الدش او سلك الدش بتاعي اللي نازل من LNB او نازل من الطبق عندك، توصله بالريسيفر بتاعك في المدخل بتاع الريسيفر اللي هو ده. وده طبعا علشان الريسيفر يلقط الاشاره من الطبق ونقدر ننزل الترددات والقنوات اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنفتح الشاشه عادي وندخل نشوف هنظبط الاعدادات ازاي بحيث ان الريسيفر يتقرا على الشاشه وبس كده. فكل اللي هعمله دلوقتي ان انا هفتح الشاشه من الباور من الريموت عادي جدا، ونشوف الشاشه هتعطي ايه معانا. فزي ما حضرتك شايف هنا بيجيب لي لا توجد اشاره طبعا، وده لان انا لسه ما اخترتش السورس او المصدر بتاع الريسيفر، يعني الريسيفر متوصل على AV اللي هو اوديو فيديو ولا متوصل على HDMI. فبتضغط هنا على زر سورس اللي هي المصدر او المصادر من الريموت علشان يظهر لك شريط الهب او الخيارات اللي تحت ده. زي ما انت شايف الافتراضي هنا اللي هو TV زي ما انت شايف كده. المفروض ان انا اختار هنا HDMI 1 لان انا موصل على HDMI 1. لو انت مختار على HDMI 2 فتدخل تختار HDMI 2. هاجي هنا على HDMI، هتنقل كده من الريموت تمام بالاسهم، وبختار هنا اوكي، بعطي من الريموت بتاع التلفزيون اوكي تمام. بختار كده بيفتح معايا زي ما حضرتك شايف كده. الريسيفر فتح معايا عادي على الشاشه بدون اي مشاكل. تقدر طبعا تجيب القوائم بتاعتك، وبكده يبقى احنا وصلنا الريسيفر الخارجي ال HDMI على الشاشه زي ما عملنا مع الريسيفر الثاني اللي هو الاوديو فيديو العادي بالظبط. طبعا عندك هنا طبعا القائمه او القوائم بتاع الريسيفر، تقدر تدخل طبعا تتحكم في اعدادات الريسيفر بتاعك باختلاف نوعه. طبعا السوفت وير بتاع الريسيفر ده زيه زي اي ريسيفر عادي، ما فيش اي مشاكل. قائمه التركيب اهي ما فيش اي مشكله. لو انت عايز تعمل بحث عن قناة معينة، عايز تعدل، عايز تعمل اضافة، كل ده تقدر تعمله عن طريق السوفت وير الخاص بالريسيفر بتاعك. طبعا هنا لو تلاحظ هنا الخيارات اوسع شوية على الريسيفر الخارجي اكتر من الريسيفر الداخلي اللي هو البلت ان اللي موجود على الشاشه. ويمكن ده من احد الاسباب اللي بتخلينا ان احنا نوصل ريسيفر خارجي على الشاشه السمارت او الشاشه العاديه اللي موجوده في البيت، بحيث ان انت تاخد خيارات اوسع في السيتنج او الاعدادات الخاصه بالريسيفر الخارجي. لان طبعا كل ما تشتري ريسيفر اغلى او احلى كل ما تكون الخيارات معاك اوسع بالنسبه للسيتنج او الاعدادات بتاعته، يعني بيبقى فيه اوبشن اكتر. لكن المشكله اللي الكل بيلاحظها في الشاشات السمارت هو الريسيفر الداخلي بتاعها الجوده بتاعه الاتش دي بتاعته هاي ديفينيشن يعني عاليه، لكن
المشكله في السوفت وير نفسه. يعني يا ريت سامسونج او توشيبا او ال جي تحدث نفسها شويه في الجانب ده وتضيف لنا اوبشن واعدادات اكتر، لان ما ينفعش ان انا تبقى عندي شاشه سمارت وادخل على اعدادات البيلت ان ريسيفر او الريسيفر الداخلي بتاعه والاقي الخيارات بتاعته محدوده جدا، مش محصل حتى ريسيفر صيني ثمنه 150 جنيه في السوق. فدي الصراحه حاجه تضايق. زي مثلا على سبيل المثال انا بيجي لي بعض الاسئله كده على التعليقات على القناه من المتابعين وعلى الموقع وعلى البريد الالكتروني، عايز مثلا اعمل باك اب قائمه القنوات او للسوفت وير بتاع الريسيفر، بحيث ان لو حصل ضبط مصنع او اي مشاكل في اي وقت اللي هو الفورمات فاكتوري، فاقدر ان انا اعمل ريست او اعمل باك اب وارجع كل حاجه زي ما كانت. عندك مثلا الشاشه اللي انا بشرح عليها دلوقتي اللي هي الان 5300 من سامسونج، شاشه سمارت، والتي 5300 اللي بعدها نفس القصه. ما بتقدرش ان انت تعمل ابجريد ولا تقدر تعمل باك اب لقائمه القنوات مثلا. المفروض ان هي موجوده داخل قائمه البث، موجوده في الشاشات العاليه شويه اللي هي مثلا 49 بوصه وحاجه و50 بوصه موجوده فيها، لكن بالنسبه لل 32 اغلب الشاشات ال 32 مش موجوده فيها. الريسيفر زي اللي معانا ده مثلا ثمنه يمكن مش محصل 200 جنيه. وعندك هنا لو دخلت جوه من المنيو مثلا القائمه، هدخل على الوسائل على سبيل المثال زي ما انت شايف كده، هتلاقي عندك هنا اليو اس بي ابجريد، وعندك هنا اليو اس بي باك اب زي ما حضرتك شايف كده، يو اس بي ابجريد ويو اس بي باك اب. يعني معنى الكلام ده لو انا موصل دلوقتي فلاش ميموري في الريسيفر، اقدر ان انا اعمل ابجريد للسوفت وير بتاع الريسيفر ده عن طريق ان انا بشوف احدث نسخه نزلت له على موقع الشركه الرسمي مثلا لو ليهم موقع رسمي، او ببحث على الانترنت على السوفت وير بتاعه بعمل له ابجريد، بعمل ابديت. عندك الباك اب مثلا، بقدر ان انا ادخل مثلا اعمل باك اب حفظ او نسخ احتياطي، او اخد نسخه احتياطيه من قائمه القنوات اللي هي التشانل ليست الموجوده على الريسيفر بتاعي، واحفظها على الفلاش ميموري او احفظها على جهاز الكمبيوتر عندي. كل ده موجود على الريسيفر العادي. ليه بقى الخيارات مثلا اللي زي دي ما تبقاش موجوده على شاشه زي دي؟ ما ينفعش ان انا اروح اشتري شاشه ثمنها 3 4000 جنيه وما الاقيش عليها خيارات بسيطه زي دي. فلحد هنا يبقى احنا كده عرفنا ازاي نوصل الريسيفر الاتش دي ام اي على الشاشه، خاصه الريسيفر اللي احنا عملنا عنه النهارده فتح كرتونه او فتح علبه اللي هو الستار تراك الكوري، وعرفنا الخطوات الاساسيه الثابته اللي بنعرف من خلالها ازاي نوصل الريسيفر بالشاشه بدون الاستعانه بفني وبدون ما نحتاج لحد مثلا يجي يوصل لنا الريسيفر على الشاشه عشان نشغله. اما بالنسبه بقى لطريقه تنزيل القناه والكلام ده كله، زيه زي اي ريسيفر عادي موجود عندك قبل كده، او تقدر تشوف الشروحات اللي انا سايبها لك في الوصف. كل ده تقدر تتعامل معاه بكل بساطه وسهوله ان شاء الله. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده، وما تنسانيش من خلص الدعوات. في النهايه يا شباب، يبقى احنا كده عرفنا كل شيء عن الريسيفر اللي هو ستار تراك اتش دي بلس 5600، وعرفنا ازاي نوصله على الشاشه على مدخل ال HDMI، او ازاي نوصل ريسيفر خارجي عموما على الشاشه بتاعتنا، سواء اذا كانت شاشه عاديه او شاشه حتى سمارت. فاتمنى تكون استفدت ان شاء الله. ما تنسانيش من خلص الدعوات، وطبعا مش هاكد عليك لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب، اشتراك في القناه، ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. حمل تطبيقنا من متجر جوجل بلاي، وشرفني باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات. هتلاقي طبعا رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده موجود في اول تعليق مثبت، وموجود كمان في الوصف تحت الفيديو ده ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.